أنا مروة، عندي 24 سنة، متجوزة أحمد، بنحب بعض قوي وعايشين كويس. بس أنا فيا طبع وحش قوي، مش هقول لكم عليه. تعالوا نسمع القصة ونعرفه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. معلش بقى لو الصوت مش مظبط شوية، اصل عندي دور برد جامد. يلا قبل ما نبتدي قصتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ونبتدي القصة ونقول بسم الله. ايه يا بنتي، محدش بيشوفك ليه؟ فين ايام زمان وخروجات زمان؟ كل الشلة بتسأل عليكي. انتي من ساعة ما اتجوزتي وعشتي في دور الست المتجوزة اللي على طول في المطبخ. ابدا يا هاجر، بس كل الحكاية ان مفيش وقت. انا مش عارفة انتي بتجيبي الوقت ده منين. ده الجواز ده حاجة صعبة قوي. الواحدة 24 ساعة فعلا في المطبخ، يا اما بكون تحت عند حماتي. المهم على طول مشغولة. اجيب وقت منين عشان اخرج معاكم؟ وبعدين اديني جيتلك اهو اول ما عرفت انزل. يا سلام يا ست مروة، تجيبي وقت منين؟ هو انتي بس اللي متجوزة واحنا لا؟ يا ستي ما الشلة كلها متجوزين، وفي اللي مخلفين عيل واتنين، يعني حياتهم مشغولة. لكن برضو بيدوا وقت لنفسهم، بنخرج بنتفسح. لازم نغير جو البيت ده. بس انا يا هاجر احمد على طول بيخرجني، لكن اني اخرج لوحدي معاكم دي صعبة قوي. انتي ناسية ان انا في بيت عيلة؟ يعني لو طوعتك وخرجت معاكم مش هخلص من حماتي، رايحة فين وجاية منين. حتى لو احمد وافق، هي هتفضل تقوله ازاي توافق؟ انت سايبها على حل شعرها رايحة وجاية. اصلك انتي ما تعرفيش حماتي. العيب يا حبيبتي مش على حماسك، العيب عليك انتي. ازاي اساسا تسيبيها وتديها الفرصة انها تسألك رايحة فين وجاية منين؟ ما تعملي لنفسك شخصية كده. يا ستي سيبك بقى من الكلام ده، المهم انتي احكيلي عاملة ايه واخبارك ايه، وجبتي لبس العيد ولا لسه؟ اه طبعا جبت لبس العيد من بدري قوي، وكمان حاجات العيد الكحك ولوازمه. انتي قوليلي جبتي حاجات ولا لسه؟ انا حاجات العيد الكحك وكده احمد بيجيبها لي يوم الوقفة، يعني بجيب من كل حاجة نص كيلو كده. ايه؟ نص كيلو؟ نص كيلو ايه؟ وليه جاي على نفسه كده؟ ده انتوا تلاقوكوا يوم الوقفة بتخلصوهم عشان تدوقوهم بس. ده جوزك ده بخيل قوي. ايه ده؟ افرضي جالك ضيف ولا حاجة، هتقدمي له ايه؟ لا لا، ده انا غيرك خالص. انا واخواتي وكلنا بنجيب قد بعض، يعني 5 كيلو كحك، 5 كيلو بسكوت، 5 كيلو بيتي فور، و5 كيلو غريبة. لا لا، مش بخيل ولا حاجة. أنا بس بجيب قليل عشان أنا ماليش في الحاجات دي. ده أنا يا دوبك باكل واحدة ولا حاجة، حتى حماتي زيي. والنبي انتي خايبة قوي. أنا مش بتكلم عليكي، أنا بتكلم على ضيوفك اللي يجولك. وبعدين إيه نص كيلو ده؟ مش مكسوفة والنبي. لا، ما أنا بقولك أنا بجيب بس الكمية القليلة علشان أنا ماليش فيه، لا أنا ولا جوزي ولا حماتي. بصراحة كده أنا مش عاجباني طريقة تعاملك مع جوزك خالص. وبعدين مالكيش في الأكل يا ستي، ماشي، ومالكيش في اللبس كمان. ايه اللي انتي لابساه ده؟ ده انتي مش مروة، ده انتي طول عمرك شيك. طيب يعني وايه اللي حصل؟ ما أنا شيك أهو، ولبسي كويس. انتي ليه محسساني إني مقصرة في حق نفسي كده؟ مع إن أحمد مش بخيل، وبيديني مرتبه كله، واحنا بننزل مع بعض نجيب طلبات الشهر. والله انا قلتلك بقى وانتي حرة. بصراحة الراجل لازم يعمل للست قيمة ويجيب لها كل حاجة، عشان ما يبصش لحد تاني وعينه تبقى مليانة. وبعدها نزلت من عند هاجر، وانا عمالة افكر ليه احمد ما بيعملش معايا كده؟ ليه مش بيجيب لي الموسم بتاع كل سنة وبيضحك عليا شوية حاجات بسيطة قوي، ولا حتى جبس العيد؟ وساعتها قررت اني اتكلم معاه واعرفه اني انا ست، ولازم يجيلي كل حاجة وكل طلباتي زي كل الستات، وكمان ليه ما اخرجش زيها ويبقى ليا شخصيتي. وبعد يومين اختي جت تزورني في البيت، واحنا قاعدين تليفونها رن، وكان جوزها اللي بيكلمها، ولقيتها بتقوله: ايه؟ 2 كيلو ايه؟ لا لا لا، ما يكفيش خالص. هات من كل حاجة 4 كيلو، انت عارف الضيوف مش بيخلصوا، وانا والعيال. وما تنساش بقى السوداني والبونبوني والشوكولاتة، هات مجموعة حلوة كده. ايه يا حبيبتي كل الطلبات دي؟ ده انتي خلصتي على المحلات، بالراحة شوية على جوزك. كفاية ايه؟ لا طبعا لازم اطلب منه كل حاجة، مش جوزي
وبعدين هي دي كميات؟ دي عينات. تعالي شوفي، ده في ناس بتجيب بالعشرة كيلو من كل حاجة. ده عيد يا بنتي، موسم، كل سنة وانتي طيبة. لازم تطلبي وهو يجيبلك كل حاجة، ما يبقاش في حاجة ناقصة أبدا. وساعتها حماتي طلعت وسمعت كلام أختي فقعدت معانا، وأنا قمت أعمل لها حاجة عشان تشربها. لقيتها بتقول لأختي: بصي، انا هقولك على حاجة بس ما تزعليش، انا ابني مش مقصر في اي حاجة، وجايب لاختك كل طلباتها واللي نفسها فيه. هو انت جاية تقومي اختك على جوزها؟ هو مش كل واحد بيمشي على قد ظروفه؟ ايه ده؟ لا طبعا يا طنط، انا ما قصدتش حاجه من اللي حضرتك بتقوليه. احنا كنا بنتكلم على طلبات العيد بس، فبسألها يعني جابتها ولا لا. سؤال عادي، مش قصدي خالص اللي حضرتك قلتيه ده. سؤال عادي؟ لا طبعا مش سؤال عادي، ده انت عمالة تقولي لها اطلبي من جوزك وهاتي كل حاجة. ايه كل الحاجات دي؟ هو هيجيب منين؟ سيبي اختك، سيبيها تعيش وهي راضية بحياتها وما تخربيش عليها. اخرب بيت مين يا طنط؟ ده بيت اختي وانا اكتر واحده هخاف عليها. ولا حضرتك بقى بتتلككي علشان ما اجيش هنا تاني؟ اتلكك مين يا حبيبتي؟ لا يا ماما، بس انتي بصراحة اوفر قوي وعايشة دور البوتاجاز اللي ب5 شعلة. خير يا ماما، مالك؟ شكلك مش عاجبني النهاردة. اه يا احمد، انا زعلانة من مروة مراتك قوي. مروة؟ ليه؟ عملت ايه؟ انا لسه ما طلعتش، يا دوبك جيت من الشغل وقلت اعدي عليكي زي كل يوم. ايه اللي حصل؟ النهاردة مها أخت مراتك كانت عندها، وعمالة تقول لمراتك لازم تطلبي من جوزك حاجات كتير وهدوم وكحك بكميات كتيرة قوي وحاجات غريبة كده، بتقوم مراتك ولا كأنها عايزة تخرب البيت. ولما اتكلمت وقلت كده ما يصحش، والمفروض الست تمشي على قد جوزها، ساعتها غلطتني. ومراتك كمان ما عجبهاش كلامي ونصفت أختها وكسفتني. يرضيك يا ابني كده اللي حصل؟ لا طبعا يا ماما، ما يرضنيش، حقك عليا يا ست الكل. انا اسف وانا هتصرف معاها. بصراحة يا ماما، مروة كويسة، بس العيب اللي فيها ده صعب قوي. ساعات بتكون ودانية جدا وتسمع كلام الناس وبتبص للي في ايد غيرها، وانا كلمتها كتير في الموضوع ده. ايوه يا ابني، بس الكلام ده ما ينفعش، لازم تفهم ان كل واحد بيعيش على قد ظروفه. ممكن تفهميني ايه اللي انت عملتيه مع ماما النهارده؟ ولا حاجه، انا ما عملتش حاجه ومفيش حاجه حصلت اساسا. مامتك هي اللي نزلت زعلانه. وهي زعلت لوحدها ولا بعد اللي اختك عملته وقالته وانتي ماشيه وراها؟ بدل ما تقولي لها لا، جوزي مكفيني ومش مقصر معايا، لكن ازاي لازم تدي ودانك للناس وتنزلي امي وهي زعلانه. الكلام ده ما يحصلش تاني، انتي سامعه؟ ساعتها قلت اسيبه شويه لحد ما يهدى، وبعد الفطار رحت معاه وكلمته وصالحته وقلت له: خد يا احمد، الورقه دي فيها طلبات العيد، ولازم تجيبها لي النهارده عشان بكره انزل اجيب هدوم العيد. ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ وايه كل الحاجات دي؟ ايه ده؟ 5 كيلو بسكوت، 5 كيلو كحك، 5 كيلو ايه بتيفور، و5 كيلو قريبة؟ ايه كل ده؟ انت جايبة الحاجات دي للجيران ولا ايه؟ ده احنا اتنين، وبعدين من امتى وانت بتحبي الحاجات دي؟ ده أنا لما بجيبها يوم الوقفة بتاكلي يا دوبك واحدة او اتنين، اشمعنى السنة دي؟ انا حره، انا عايزه الكميات دي كلها تكون في بيتي عشان اي حد يجيلي اعرف اقدم له. انت مستخسر فيا الحاجات دي؟ ولا عشان كل سنه بسكت وما بتكلمش فسقت فيها وقلت اما اضحك عليها؟ لا يا حبيبي، الستات كلها بيجيلها كل حاجه. اه، وما تنساش كمان السوداني والبونبوني والشوكولاته. من غير بس ما تقلبي وشك وتعوجيلي بقك كده، احنا هنعمل ايه بالحاجات دي؟ الحاجات غالية جدا واحنا اصلا مش بناكلها، وكمان ضيوف مين؟ دي هي امي، ومش بتاكل الحاجات دي عشان السكر، واخواتي الاتنين كلنا بنتقابل عند امي. فين بقى الضيوف اللي هيجوا؟ يعني ايه؟ انا مش اقل من اي حد. ما اختي اهي مها بتجيب كل حاجة وبكميات اكبر بكتير، وكمان هاجر صاحبتي كله بيجيب الحاجات دي. وزي ما قلتلك لسه بكرة هنزل اجيب هدوم العيد.
بص يا مروة، أحسن لك قومي من وشي لأحسن أنا العفاريت كلها بتتنطط قدامي دلوقتي. بص انا بقول لك اهو، الحاجات دي لو ما جاتش انا مش هقعد لك في البيت. ساعتها قمت واحمد نزل، وشويه لقيت الباب بيخبط، وطلعت زينب سلفتي وقالت لي: ازيك يا مروه، كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. وانتي طيبه يا زينب، عامله ايه؟ الحمد لله، بس بقى ايه، طلع عيني وملخومه في تنظيفات العيد. الله يعينك يا حبيبتي، قوليلي، جبتي حاجه العيد وجبتي لبس العيد ولا لسه؟ اه يا حبيبتي، محمد نزل جاب بقى لوازم العيد، وانا امبارح نزلت جبت الهدوم للولاد وجبت ليا. اه بجد؟ طيب كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، عقبال كل سنة. ساعتها اتجننت وصممت اني لازم الم هدومي وامشي بعد ما احمد رفض يعمل اللي انا عايزاه، ورحت عند ماما. بس ماما طبعا غلطتني وقالت لي انتي غلطانة، وتفضلي ارجعي اتأسفي لجوزك ولحماتك. ساعتها مشيت ورحت عند مها اختي عشان اقعد عندها يومين، ولقيت جوز اختي جايب لها كل حاجة في البيت بكميات كبيرة قوي، وجايب لبس للولاد ولبس ليها كمان. بس اما قعدت معاهم بعد اول يوم لاحظت معاملة جوزها ليها منتهى الجفا، وعلى طول زعيق واهانة. وغير كل ده اكتشفت انه بيخونها كمان وهي ساكتة. واما اتكلمت معاها قالت لي: حاجة قصاد حاجة، بيجيب لي كل اللي انا عايزاه ومعيشني هانم، غير كده مش مهم عندي، يعمل اللي هو عايزه. ساعتها فكرت في أحمد جوزي، إنه راجل محترم وبيستحملني وعمره ما هني ولا خني، وحماتي ست محترمة وطيبة. ساعتها قررت إني أرجع بيتي. كان أول يوم العيد وعملت لهم مفاجأة، ولقيت أحمد بيقول لي: الحمد لله على السلامة يا مروة. أنا آسفة يا أحمد، حقك عليا، أنا عرفت قيمتك فعلا. كل سنة وانت طيبة يا مروة يا حبيبتي، يلا بقى عشان نروح نصلي العيد ونرجع ناكل الكحك والبسكوت. فعلا أهم حاجة لمة العيد، مش كل الناس زي بعض، كل واحد بيجيب اللي يقدر عليه، مش لازم نحمل بعض زيادة عن مقدرتنا. أهم حاجة الرضا والسعادة. ولكل ست بيت، خلي بالك من بيتك وجوزك، واقفلي بابك عليكي وما تبصيش لحد، عشان اللي يبص لغيره تحرم عليه عيشته. وراعي جوزك وعاملي حماتك زي أمك، هتعيشي سعيدة. وحافظي على جوزك، على رأي الست ياسمين عز: الفرعون الصغير تاج فوق راسك. بس يعني مش كل الفراعين يا ست ياسمين، لا مؤاخذة يعني. يلا كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم.